الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإسلام والإيمان شرعة ومنهاجا، معين من أراد به خيرا على فهم حقائق هذا الدين حتى تمتزج بلحمه ودمه امتزاجا. نحمده على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تنسى. وكيف يؤصى البحر سياحا والقطر ثجاجا، ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لدائه علاجا. ونصلي ونسلم على عين الرحمه وينبوع الحكمه وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأحمد فضل لا يعد ولا يحصى، ومن قدره بين الورى ليس يستقصى. هو القرشي الهاشمي الذي سار من المسجد الأسنى إلى المسجد الأقصى، نبي دنا من قاب قوسين إذ دنا، وسبحان من وصى إليه بما وصى. عليه صلاة لا انتهاء لفضلها من الله ربي لا تعد ولا تحصى. أما بعد أيها المؤمنون، ها هو الزمن يسير والأشهر تتوالى، من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي. إنه قانون الزمن الذي يجري بعمر الإنسان لحظة فلحظة، وشهرا فشهرا، وعاما فعاما. وحكمة الله تعالى أن الفلك الدوار والزمن المنوار لا يبقى على حال، وإنما ينقضي وينتهي مليئا بالأحداث، مكتظا بالمشكلات الكبار والصغار. وقد قال أحدهم: بين عام مضى وعام يوافي عبر توقظ الضمير الغافي. إنها العبرة والعبر والموعظة من تلاحق الزمن ومروره السريع، إلى أن جاءنا رمضان بعد رمضان، فحقق الله لنا وجودنا ونحن في عتبة آخر شعبان لنستقبل رمضان، فيملأنا بالحضور والسرور، ويحقق لنا هناء البال واستقرار الحال، ونقبس من نوره وسره وبركته ما يملأ قلوبنا وأرواحنا وعلاقاتنا ومجتمعنا بالمبرة والخير واليسر الذي شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نعبد، وعبادتنا له إنما هي انصياع لمراده الذي أرادنا به أن نتوقع وأن نشرف وأن ننقى وأن نرقى. والله تعالى قرر قانونه في خلق البشر حين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى أرادنا عبادا له منسلكين في مراده، وقرر لنا الشعائر وأبان لنا الأحكام وأوضح لنا العبادات والتشريعات التي تملأ حياتنا بالخيرات والمبرات.
والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لأن الله تعالى حين شرع الشريعة وأبان نظامها وأحكم بنيانها جعل هذه الشريعة مبنية على قواعد ومؤسسة على أركان ومبينة في فرائض لا بد للإنسان أن يتشبث بها وأن يقبل عليها وأن يفتح قلبه ووجدانه لذلك النور السامي من الله الذي يملأ قلوبنا برحمته ويجعل ذلك النور يسري إلينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. ولقد كان ذلك المعنى موجودا في رؤيتنا لعلامات الله الكونية التي تيقننا بأن ما عنده حق وأن ما شرع لنا حق وأن ما أبان لنا في فائدتنا. نحن الذين سنجني ثماره ونأخذ غراسه ونتحقق بذوقيته ويقينه. ولهذا فإن الله تعالى جعل المبادئ الأخلاقية والمنافع العامة والخاصة مربوطة بالعبادات. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولما تكلم عن الصلاة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولما عرض لنا إلى الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وحينما تكلم عن الحج قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا العبادات كلها موجودة للمنفعة بها. وحينما تكلم عن الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون هي الثمرة التي تجنى من الصيام، لأن الله شاءه أن يكون مؤثرا على وجدان الإنسان. لأن قاعدة الله تعالى فيما فرض من فرائض أنه يصطفي وينتقي ويختار. والله تعالى جعل قانون الاصطفاء قانونا موجودا في الحياة وموجودا في التشريعات وموجودا في الحقائق وموجودا في الأشياء. الله سبحانه وتعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقال لسيدنا موسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال الله لمريم عليه السلام: يا مريم إن الله طهرك اصطفاك على نساء العالمين. فكان الاصطفاء إذن قانونا كونيا يؤتي ذلك المعنى المصطفى حقيقة لا تكون لغيره، إلا أن هذا الأمر موجود بالنسبة للمكان والإنسان والزمان. الله اصطفى المكان تشريفا وتعظيما وتكريما، ولذلك نوه بأنه وضع البيت الحرام الأول في الكون
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا تشريف أيما تشريف وتكريم أيما تكريم. وذكر الله تعالى في التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فجعل طور سينين مفضل وجعل البلد الأمين مكة المكرمة مفضل. وذكر بيت المقدس بالتفضيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وجعل البركة تلفه من كل جانب. وهذه المصطفيات من الأماكن هي محل الوحي ومكان التكريمة. وقد قال لسيدنا موسى في الوادي المقدس: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، فأعطاه تكريمة تبجيلة وتجيلة لا توجد لها. واختار الله تعالى الإنسان واصطفاه وانتقاه، فكان الإنسان مشرفا مكرما. يوم أسجد الملائكة لآدم وقال: إني جائل في الأرض خليفة، وقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجمع له بين الاستخلاف وبين تكريمة الخلق من الله بيده، فشرفه وعلاه وكرمه ورقاه. ثم جعل الله تعالى الرسل المبشرين والمنذرين أحسن الخلق أجمعين. والله تعالى جعل من بين الرسل من شرفه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى عهده لرسله وأعطوه عهدهم على أن يتبعوه إنهم وافقوه في الزمان. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان ذلك تكريما له. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة بالفضل. فالنبي الأشرف المصطفى والمختار والمنتقى تكريمة للإنسان في الاصطفاء. والله تعالى اصطفى الزمان فجعل من الأيام أعيادا، وجعل من الأيام مناسبات، وجعل من الزمان ظرفا لتحقيق أنبل الغايات، وجعل من أفضل الزمان وأكرم الأوان وما يكون حسنا في الإمكان شهر رمضان، لأن الله تعالى جعله ظرفا للتنزل وجعل فيه تكريمة وفضلا، وجعل العمل فيه مضاعفا مكرما معلا مجلا. ولذلك قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل هذا التوصيف بتنزل القرآن فيه سببا لتكريمته. ويكفي أنه مذكور باسمه ووصفه في القرآن الكريم، وأنه يتلى ذلك اللفظ تعبدا إلى الله المبين، وأن الله تعالى جعل رمضان تكريمة وتجلة للعبادة الإمساكية الصومية، لأن الصوم فيه يؤجر صاحبه أعلى الأجور. لكننا يجب أن نفهم
أن تكريمة الله تعالى للمكان من أجل أن يكون قبلة. الله تعالى كرم البيت الحرام، كرمه حتى يكون قبلة للأمة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فجعل اصطفاء المكان قبلة، وجعل اصطفاء الإنسان الذي هم الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام جعله قدوة يقتدى به ويتبع ويسلك في طريقه، وتكون المحجة إلى الله في سبيله. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو طرقوا علي كل باب، لو طرقوا علي كل باب واستفتحوا علي كل سبيل ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الذي يؤتسى به، ويكون السبيل إلى الله تعالى باتباع نهجه وانتقاء طريقه وامتثال أوامره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالله سبحانه وتعالى جعله قدوة كما جعل المكان قبلة، وجعل الزمان مصطفى ومنتقى فرصة. فهناك إذن قبلة وقدوة وفرصة. والفرصة كما تقول العرب إذا مرت دون أن يؤخذ منها لبابها وينتفع بخيريتها فإنها تكون غصة في الحلق. قالوا الفرصة إذا مرت تكون غصة، والإنسان عليه أن يعلم أن هذه الفرصة فرصة عظيمة، لأن فيها التكريم والتبجيل والجلال والتعظيم الذي برمضان، وفيها النقاء الداخلي والباطني. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان شهر خير وبركة، أظلكم نزل بكم، وها هو ذا يستقبل استقبال الضيف الذي يجب أن يحتفى به. فيه ليلة خير من 1000 شهر، والله تعالى يضاعف فيه الحسنات. من عمل فيه عملا من البر كان كمن صلى فريضة في مسجد، ومن صلى فريضة فيه كان كمن صلى 70 فريضة في مسجد. هذا الإعظام والإكرام والتعظيم والتفخيم يكون لشهر الصيام إكراما لأمة الإسلام التي يجب أن تعلم أن ذلك الصيام هو سرها مع الله، لأن الله تعالى في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا، من سورة البقرة: آمنوا من الإيمان. والإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، إنه سر الإله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان نور يسري إلى القلب. وجاء بعد ذلك: لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم أشار إلى قلبه فقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. فإذا التقوى سر والإيمان سر، فلا غرابة في الإعجاز البياني للقرآن أن يأتي الصيام بين سر وسر، لأن الصيام أيضا سر مع الله. قد يأكل الإنسان ويشرب ويتمتع وهو في خلوته، وقد أغلق الباب وأرسل الحجاب فلا يراه أحد إلا الله.
ويخرج إلى الناس يدعي أنه صائم وقد مسح شفتيه وأظهر ذبول وجهه وادعى أنه يصوم، لكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم سره ويعلم أنه لم يصوم. ولهذا فإن المؤمنين كلهم توضع أمامهم الأصناف والمأكولات والمشروبات والملذات والفاخرات، ولكنه لا يستطيع أن يمد يده إليه، لأنه يعلم أن سره بينه وبين الله معلوم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي قيل، ولا تحسب أن الله يغفر لحظة ولا أن ما تخفي عليه يقين، إن الله يعلم. ولهذا جاء الصيام بين الإيمان والتقوى، والإيمان سر والتقوى سر والصيام سر بينك وبين الله. وهذا الذي يفسر لنا قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى جعل سرك بينك وبينه، والله تعالى هو الذي يجازيك، لأن الصوم له علاقة بالصبر. والقرآن الكريم قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الأعمال مضبوطة بأرقامها وأعدادها ومكافآتها، لكن الصيام يكتب للإنسان فلان ابن فلان صام شهر كذا من سنة كذا، ويعطى يوم القيامة في صحائف حسناته، ويعرض على الله تعالى ليكون الجزاء من حيث لا يتوقع. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الإرادة فيه إرادة دقيقة، ذلك أن الله تعالى حرم علينا المحرمات في هذه الحياة. قال: الخمر حرام، أكل الميتة حرام، وفعل الفواحش حرام، والإقدام على كذا حرام في نصوص معلومة. فالإنسان قد يكون ممتنع عن ذلك عادة لا عبادة وتأففا لا امتثال. فالله تعالى يريد أن يختبر قدرتك ويعلم إرادتك ويفهم نيتك ويدرك خبيئتك، فيقول لك: إن الحرام امتنعت عليه وأقبلت على الحلال، فأنا أفرض عليك في كل يوم صيام من فجر اليوم إلى مغرب ذلك اليوم أن تمتنع عن الحلال. ومعنى الامتناع عن الحلال امتناع عما تحب وعما تبتغي وترتضي وتشتهي. فالله ينقلك من المنع من الحرام إلى المنع من الحلال، من الطيبات التي أحلت لك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا ما أذن للمغرب منعك الله من المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور. والمؤمن مأمور شرعا أن يبادر إلى الإفطار وأن لا يواصل. فكأن الله تعالى منع من الحرام، ثم منع من الحلال، ثم منع من الممنوع من الحلال أيضا، فجعلك تقدم على أن تمتنع بالصيام عن الحلال طاعة لله، وأن تقبل على أن تفطر بعد المغرب طاعة لله. فهذا تربية للإرادة وتحريك لحركة الإنسان مطابقة لمراد الرحمن. الله تعالى يريدنا أن نكون محققين لمراده لا لمرادنا، وأن نمتنع عن محبوبنا لتحقيق محبوب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا جعل لنا العبادات تنقلنا من هذا إلى ذاك. ولعل العبادات منها ما هو عبادة لسانية كالذكر،
ومنها ما هو عبادة قلبية كلية، ومنها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو عبادة مالية. والصيام جمع كل ذلك لأنه صبر على كل ما تشتهيه النفس وتبتغيه وترتضيه. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن الإنسان مطالب منه أن يحقق غاية الصيام ليحقق فضيلة الصيام ورحمة الصيام ونور الصيام. فقالوا لا بد عليه أن يمسك لسانه، وأن يمسك سمعه عن الحرام، وأن يمسك بصره. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الإمام الشافعي يقول إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذ من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت أني صمت يوما فما صمت. ثم بعد ذلك لا بد من إمساك الجوارح، والجوارح كلها يجب أن تكون في مراد الله منسلكة. خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوب.